النادي الاهلي بيتعادل مع مولودي سان داونز في مصر هنا، بعد ما كان الفوز سهل خالص بالنسبه له. بيتعادل 2-2 بعد اداء مشرف من لعيبه النادي الاهلي. وبتمنى ان احنا نتعلم بقى، نشوف اللعيبه بتحارب في الملعب عشان خاطر الجماهير بتاعتها. وطبعا فريق سان داونز فريق منظم جدا، وفريق جميل، وفريق بيلعب كرة سهلة وسلسة وحلوة. الكرة تخليك تتمتع كده وانت بتتفرج عليه. طبعا احنا كزملكاويه نقول الحمد لله ان هو مش معانا، لان هو لو معانا في المجموعة كنا طلعنا بفضيحة، والدنيا كانت باظت خالص، والعملية اتسوحت. اتمنى بس محدش يطلع من الزملكاويه يطلع يحفل على اهلاويه على الماتش دوت، عشان النادي الاهلي لعب ماتش حلو، وبيلعب فريق جامد ومتعادل، وحظوظه حلوة خالص في التأهل لسه. احنا بقى المفروض نشوف نفسنا شوية، نشوف اللعيبة ديت اللي ما عندهاش دم، ننتقدها بسوء، نطالب ان هي تمشي، نطالب الإدارة ان هي تجيب لعيبة جديدة، لعيبة كويسة، لعيبة بتحب النادي، لعيبة اساسا قد مسؤولية ان هي تلعب في نادي الزمالك. وبنتمنى التوفيق للناديين، الاهلي والزمالك طبعا، كمصر.